7100 ملي امبير على نفسك يا حلو. ده انا بكره هشقيك شقه واما نشوف اخرتها هتكمل معايا لاخر اليوم ولا هتيجي زيك زي غيرك في نص اليوم وتفيص مني. بيقولوا عليه وحش الاندرويد لسنة 2026 وإن بطاريته مستحيل تخلص في يوم واحد. أنا بقى ما بصدقش الكلام ده، أنا بصدق التجربة. هتقولي 200 ميجا بكسل، هقولك كان غيرك أشطر. هتقولي 7100 ملي أمبير، هقولك وريني نفسك يا حلو والميدان بينا واسع. علشان كده النهاردة أنا مش بس هقضي يوم مع الهونور ماجيك 8 برو، أنا هعصر الموبايل ده حرفيا، ولو فصل مني قبل ما أروح البيت هقول لكم ما تشتروهوش. جهزوا نفسكم علشان اللي هتشوفوه النهارده هيغير رأيكم تماما عن هونور. يلا بينا. الساعة 8 الصبح، البطارية 100%. للأمانة أنا شلته من الشاحن 8، بس على بال ما لبست والعيال لبست واتحركنا كانت 10، يعني من 8 ل 10 كان ستاند باي. الجهاز ده على الورق سناب دراجون 8 إليت جين 5 أو 8 جين 5. أنا بصراحة تسمية كوالكوم كلها لمعالجاتها سناب دراجون بيلخبطني ومش فاهمه، فما علينا. هو آخر وأحدث معالج من سناب دراجون. الكاميرات 50 ميجا بكسل أساسية و50 ميجا بكسل ألترا وايد، وبريسكوب بتاعت التقريب 200 ميجا بكسل، والأمامية عريضة 50 ميجا بكسل. الأرقام دي اوعى حد يضحك عليك، كلهم بيقولوها، بس الميجا بكسل مش كل حاجة. عندك فتحة العدسة ونوع السنسور والسوفت وير والمعالج نفسه، كلها حاجات بتتحكم في جودة الصورة. يعني ممكن كاميرتين في موبايلين الاتنين 200 ميجا بكسل، واحدة بتطلع صورة حلوة قوي والتانية اي كلام. فمن الآخر ما تشتريش كلام الميجا بكسل ده. الكاميرا الأمامية ايه دنيتها بقى؟ حلوة ولا كلام على الورق؟ قبل الكاميرا بس خلينا نعمل أول اختبار وبعدين نروح للكاميرا. هو حاجة كلنا بنعاني منه، وهي الشاشة تحت الشمس الحارقة. احنا في مدينة حتى المشمسة الجميلة، مكان من أجمل وأروع الأماكن في دبي. بصوا كده الجهاز تحت أشعة الشمس، شايفين اللي أنا شايفه؟ السطوع هنا ممتاز. خلي بالك السطوع معناها الليدات شغالة بأعلى طاقة، وأعلى طاقة معناها البطاريات تفضى بسرعة. فهنشوف. تفتكروا الجهاز ده هيصمد؟ بس استنوا، الشاشة مش كل حاجة. احنا بناخد اجازة من الشغل، لكن الشغل ما بياخدش اجازة مننا. ايميلات، مونتاج سريع، سكريبتات، حاجات كتير كده من اللي قلبك يحبها وتخلص البطارية بسرعة. وفي خلال الحاجات دي الموبايل بقى بدأ يستعرض عضلاته. حاولت اتقل على الجهاز بزيادة، فتحت 15 تطبيق في نفس الوقت، وقلت اكيد هيهنج، اكيد هيقطع، هيشحر مني. النتيجة هونور ماجيك 8 برو سلاسة ليفل الوحش. الموبايل ده ما بيقطعش وما سخنش مني خالص، وانا عمال اصور طول النهار والليل. بصور. الكاميرات، السؤال الاهم، هل الكاميرات دي هتقدر تنافس في ظروف الاضاءة الصعبة سواء النهار او الليل؟ ما تيجوا نشوف. الكاميرات الخلفية في الموبايل ده هي وحدة انتاج فيديوهات حقيقي. كاميرات جيدة جدا، 50 ميجا بكسل 50 ميجا بكسل، والبريسكوب 200 ميجا بكسل. دقة عالية، معالجة الألوان ممتازة. كمان الفرق الكاميرات، مفيش فرق في الألوان ما بين الكاميرات، سواء الزوم أو الوايد أنجل أو التانية. معالجة الألوان ثابتة. الصوت أنا بتكلم تقريبا من على بعد حوالي 3 متر. 3 متر الصوت، هل هيلقط الصوت بشكل كويس ولا الصوت هيطلع مش واضح؟ انا مش مستعمل مايكات، انا مستعمل المايك الانترنال بتاع الكاميرا مباشرة، فعايز اعرف النتيجة اللي هتطلع من الكاميرات دي ومن الصوت هيطلع معالج بشكل كويس ولا لا. مفيش دوشة كتير ولكن انا بعيد عن الكاميرا. هنا بقى الفقرة اللي انتوا بتحبوها، ومسألة الكاميرات والإضاءة والحاجات اللطيفة دي. لما تكون في حتى مش هتسيب حاجة مش هتصورها، اللي بيتحرك واللي ثابت، اللي بيلعب واللي قاعد، اللي بينور واللي ساكت، صور، فيديوهات، حركات، إضاءات. هونر بتقول إن دي كاميرا فالكون، يعني بتلقط الحركة أسرع من عينيك. جربت أصور حاجات بتتحرك بسرعة، عربيات، ناس بتجري، مناظر طبيعية، مناظر مش طبيعية، والنتيجة العزل، الألوان، الديناميك رينج، حاجة فخمة من الآخر.
حاجه جميله فعلا. الاي اي بيعدل في الصور شويه، مفيش حاجه باينه، مفيش حاجه ظاهره، هو بيحسن الصور علشان تطلع في ابهى صوره. طب حلو، هصور رو عدل انا كمان الصوره حلوه جدا. طيب هصور فيديو عشان نشوف، اهو كده الاي اي مش هيلعب فيه، ممتاز. طيب لوج فلات بروفايل وانا لون، الله برضو صور حلوه جدا. الكاميرا الاماميه في الهونور ماجيك 8 برو 50 ميجا بكسل برضو. التعامل مش عارف، انا شايف على الشاشه طبعا التعامل السما شويه مصفرة حبتين، لان هي في الواقع هي السما زرقاء. معالجه الالوان يعني شويه باهته، هنشوف على الكمبيوتر يمكن تختلف شويه، اوسع اضيق، في فرق لون شويه في السما بالازرق تقريبا. بدأنا الرحله من صباحيه ربنا، والساعه دلوقتي 5:15 تقريبا. احنا بادئين من الساعه 10، طالعين من البيت وجعانين وقاعدين بنشوي اهو. مش عارف اقلب الكاميرا. طيب يعني ده احد العيوب، ان خلال تصوير الفيديو ما اقدرش اقلب الكاميرا. والبطاريه تقريبا 47%. بس خدوا بالكم، كل التصوير واللعب ده بياكل من البطاريه اكل. تفتكروا الموبايل هيصمد ولا هحتاج الباور بانك اللي في جيبي؟ بتصور فيديو؟ الساعه دلوقتي 7 بالليل والموبايل تقريبا 43%، ودي الكاميرا الاماميه بالليل. ودي هميس بنتي. البطارية دلوقتي الساعة 10 بالليل، والبطارية وصلت ل 21% بعد مرمطة تامة للجهاز طول النهار. الساعة بقت 11 بالليل والموبايل 17%. أنا مش عارف الموبايل ده هيخلص شحن امتى. بس بقى أنا لقيت الحل بقى اللي هخلص بيه بطارية الجهاز ده. هستعمله كباور بانك. الساعة 12 بالليل، أنا طاقتي خلصت خلاص، عينيا قفلت، مش قادر، بس الماجيك اللي في هونور ماجيك 8 برو لسه مكمل. طب خلينا نتكلم عن السوفت وير. بص عشان اكون واضح، حصل معايا تهنيجه مرتين خلال التصوير. السوفت وير عمل فريز كده لثانيتين، وقفت كل حاجه على الموبايل، وبعدين رجع تاني. كانش فيه حراره، وبالتالي هي تعليقه سوفت وير مش تقطيعه حراره، لان انا ما حسيتش بحراره طول اليوم، ودرجه الحراره كانت حوالي 21 22، فما كانتش الدنيا حر قوي. لكن هو اصلا ما كانش فيه حراره، وما كنتش حاسس باي حراره في الجهاز من ورا، ولا في تقطيعات من خلال الاستخدام العادي. طيب حاجه تانية ظهرت معايا زي ما شفنا، فكره ان هو ما بيقلبش بين الكاميرا الاماميه والخلفيه خلال التصوير، ودي مش الطف حاجه الحقيقه. والعدسه الالترا وايد مش افضل حاجه، وفي فرق معالجه بينها وبين باقي العدسات، وشويه بتكرش الشادوز، بتضلم الحتت الضلمه اكتر من اللازم. بس هل دي اشياء افسدت التجربه؟ هل الجهاز كمل اليوم بعد الفحت والردم ده كله؟ هل كاميراته في بعض الظروف خلتني حطيته في جيبي وطلعت الايفون عشان ينجز معايا زي ما انا اتعودت على معظم الاجهزه اللي جربتها؟ الحقيقه محتاجين نتكلم بصراحه. مستعدين للمفاجاه؟ الهونور ماجيك 8 برو بعد يوم طحن وتصوير ولعب وجد وحب 15% بعد 16 ساعه، منهم 14 ساعه اشغال شقه من 8 الصبح ل 12 بالليل. الكلام ده في 2026 يعتبر اعجاز علمي بكل المقاييس، لان مفيش جهاز بيعمل كده، سواء في السيطره على السوفت وير، سواء السيطره على الحراره، الامكانيات اللي في الجهاز، ويديك المده دي كلها. فالخلاصه اخي البني ادم العزيز، هونور ماجيك 8 برو مش مجرد موبايل ولا مجرد حاجه شكلها شيك، ده دبابه في جيبك. مفيش حاجه ربطاني بعالم الايفون غير البطاريه والكاميرا، وبكل ثقه اقدر اقول لك ان الموبايل ده افضل من ايفون في الكاميرا والبطاريه، او على الاقل زيه بالظبط. بس الاي اي بيحسن وبيخليه اعلى من الايفون، وبكل تاكيد بدون ادنى شك اي حاجه في الدنيا هيكون السوفت وير بتاعها افضل من الاي او اس. طب هل الجهاز ده فيه عيوب تمنع شراه او تخليه مش قيمه مقابل سعر؟ بص هو مفيش حاجه ما فيهاش عيوب، في حاجات انا اتمنيتها تكون فيه. اتمنيت الالترا وايد تكون افضل، وكان نفسي في كاميرا اماميه احسن. بس الحقيقه بدون مجامله، لو بتدور على موبايل تعتمد عليه وانت مغمض، الموبايل ده لازم يكون في حساباتك. لا الحقيقه لازم يكون في اولوياتك، لان هو تقريبا افضل جهاز فلاج شيب متكامل ختمنا بيه 2025.
لو عجبتك التجربة الواقعية دي فتعاطفك لوحده مش كفاية، تبرع ولو بلايك واشترك في القناة علشان اللي جاي أقوى. وقولوا لي في الكومنتات إيه أكتر ميزة خطفت قلبك في الموبايل ده، وإيه العيب اللي شايف أو الحاجة اللي كنت عاوزني أتكلم عنها وأنا نسيتها أو تناستها لو أنت شايف كده. شوفكم في حلقات جاية وحلقات فاتت وموبايلات جايه والكترونيات راح، مش عارف طالبه معايا اشعار هشام الجخ ليه، ما علينا. يلا سلام. شفت يا لولو؟ حلقه سريعه مريعه عشان وجودك بيساعدني على الابداع يا لولو. انا مالي؟ ايوه انت وجودك انا ببصلك ببقى عايز اشتغل اكتر احيانا، بس يعني مش دايما. مش حاجه بالانجليزي يا ابني.